رغم التطور التكنولوجي اللي بنعيشه النهاردة، بس مفيش أي حد قدر يوصل لمناجم دهب ما وصلتش ليها الفراعنة أو المصريين القدماء. ازاي المصريين القدماء نقبوا عن الذهب، وازاي وصلوا لكمية الذهب الكبيرة جدا اللي بنشوفها في المقابر وفي الاكتشافات الأثرية. في البداية أحب أوضح إن الفراعنة هم أول ناس في التاريخ استخرجوا الذهب من بطن الأرض، وده من خلال أعمال التنقيب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والنوبة، بل كمان إنهم برعوا في صناعة الذهب وتشكيله. عشان كده تلاقي الذهب كان ليه حضور كبير قوي في عهد الفراعنة، فهم اللي اكتشفوه وصنعوه ولبسوا الذهب والحلي بتاعه وكل شيء، بس هم ما كانوش بيعبدوا الذهب. اكتشف القدماء المصريين نحو 125 منجم ذهب بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، وكلمة النوبة أصلا بتعني الذهب باللغة المصرية القديمة. وكانت مصر الفرعونية غنية جدا جدا بالذهب، لدرجة ان احد حكام الشرق الادنى بعت رسالة للملك امنحتب الثالث وقال له بالنص كده: ابعت لي كمية من الذهب اللي عندك، لان الذهب في بلادك زي التراب. الكلام ده مش انا اللي بقوله من عندي، الكلام ده موجود في البردية الذهبية في المتحف المصري في مدينة تورينو في إيطاليا. والبردية دي من عهد الملك سيتي الأول من الأسرة ال19، وهي اللي كانت بتحتوي على مناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية. أما بقى الاكتشافات الأثرية المتعاقبة فهي اللي عكست إن المصريين القدماء كان عندهم خبرة كبيرة جدا في مجال التنقيب عن الذهب واستخراجه من عروق الكوارتز. عروق الكوارتز هي العروق الحاملة للذهب عبر الشقوق والفجوات والصدوع، وبتتواجد عروق الكوارتز بكثرة في مناطق التماس بين الصخور، والصخور دي اللي هي الكابرو وصخور الجرانيت. ومن أهم الأماكن اللي كان الفراعنة بيجيبوا منها الذهب كانت مصبات الأنهار وأسفل الجبال، وأحيانا على شكل العروق المدفونة تحت طبقات الأرض. واستخدم القدماء عدة طرق لفصل الذهب عن الشوائب زي الصخور والحجارة والرمال، وكانوا بيصنعوا مناخل ذات ثقوب بأحجام مختلفة بيضعوا فيها الرمل والحجارة اللي بتحتوي بين أجزائها على حبيبات الذهب المخفية، فبتنزل حبيبات الذهب مع الحجارة الصغيرة جدا والرمل في وعاء تاني، وبعد كده بيبصوا على الحجارة والأجزاء الكبيرة اللي بقت في الغربال ومنزلتش، عشان يتأكدوا إن مفيش فيها كتل ذهبية كبيرة. وبعد كده بيضيفوا المية للمكونات اللي حصلوا عليها بعد الغربلة، وبيعملوا لها عملية أرجحة دائرية، وده عشان يطردوا الرمل والحصى لفوق وعلى الأطراف، لأنه أخف وزن من الذهب، وبذلك تنزل المعادن التقيلة زي الذهب والفضة وتتركز في المنتصف وفي الأسفل. وبعد